واش رايك هاد الكيكه درتها غير بزوج حبات بيض؟ نعم سيداتي، درت هاد الكيكه بزوج حبات بيض وجاتني ما شاء الله واحد الجينواز تجي خفيفه خفيفه خفيفه. ما عندي ما نقول لكم، هاد الكيكه رائعه رائعه في المذاق، في الخفه تاعها، في البنه ما تقهمش، تجي نقول لكم واحد الباتيسري تجي هايله هايله. انا في اخر لحظه خدمتها، حوست نشري لها مع اللي كنت تعبانه من الحلوى تاع العيد، بصح عييت وخدمتها لها بزوج حبات بيض وشويه شونتيي، ودرت لبنتي هذه لا تاخت في عيد ميلادها مع ايام العيد. جات المهم هايله كاع عجبتهم. ما تندموش البنات، تبعوا الوصفه راحين تنجحوا فيها. ما تنساوش برك ديروا لنا جيم لايك حفظ الفيديو بارطاج شويه هيا. شوفوا ديك لا تخت تاعنا كي جات الله الله عليها، شوفوا كي راني نقسم فيها والمغرف تروح وحدها. شوفي شاديري هنايا سيداتي، جيبي زوج حبات بيض حطيهم في الباسينه تاعك. زوج حبات بيض، لا 10 لا 8. هيا بركاونا من البيض اللي راكم تقووا وتخسروا فيه. ديروا غير بزوج حبات بيض لا تارت تاعكم وتجي الله الله عليها. نزيدو مع زوج حبات بيض نص كاس سكر ونص كاس زيت وكاس حليب، ما يهمش دافي ولا بارد ولا سخون، ديريه بارد نورمال. زيدي قرصه ملح وزيدي لافاني، درت هنا انا دوك ساشيات تاع لافاني، ديري تاع الميزان تاع هكا ساشيات ولا الليكيد كيما تبغي. راحين نخلطوها غير بالفوي كيما راكم تشوفوا البنات. هكا ضربي دوك المقادير تاعك مليح 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 حتى يذوبوا كاع في بعضهم ويتجانسوا كيما راكم تشوفوا. ما نديروش الباتر نهائيا. ونجيبوا الفارينه، نجيبوا الكاس الاول نغربلوه. دائما نقول لكم ونعاود، غربلوا الفارينه تاعكم باش تجيكم سيرتو في لي تاخت هكا باش تجيكم مهويه. ديروا الصفايه وغربلوا الفارينه تاعكم. زيدوا الكاس الزاوج. درنا هنايا درنا زوج كيسان فارينه، غربلناها في الصفايه وزدنا زوج مغارف معمرين مليح تاع كاكاو. كاكاو يكون نوعيه مليحه، نوعيه جيده. الكاكاو هنايا كيما راكم تشوفوا صفيته ثاني في الصفايه، درت زوج مغارف معمرين البنات كيما راكم تشوفوا صفيته كاع. نزيدلو زوج باكيات تاع خميره، زوج باكيات لا ليفيغ شيميك. هاكا نصفوها ثاني هي من دوك الحبيبات اللي يكونوا فيها كاع بتهبط لنا مليحه وتجي ما تجيناش هذيك الحبيبات هكا في الكيكه تاعنا. نصفو كلش نغربلوه ونبقاو بديك الفوي هكا ندخلو كاع دوك الفارينه والكاكاو ندخلوهم مع السوائل حتى يتجانسوا مليح وتولينا كتله وحده كيما راكم تشوفوا. نزيدو دروك نجيبو ربع كاس ماء ونديرو زوج مغارف خل. قبل لا ندير زوج مغارف خل ونزيد ربع كاس ماء ونخلط هاد المقادير تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا الكيكه دروك العجينه دي راهي شويه ناشفه، لازم نزيد لها ربع كاس ماء بنفس الكاس اللي عبرنا به المقادير الاولى البنات. هاد الكيكه اسهل منها مكاش، توجد بالخف وتوجديها وديري لا تخت تاعك كيما راكم تشوفوا. زدت هنا الماء، ربع كاس من الماء، وخلطت هذيك الخليط حليته مليح حتى يولي لي شويه نخفو، ما يوليش كثيف كيما كان في الاول، يخفاف شويه. نوجد السنيوه تاعي اللي راح نديرو فيها. درتو انا في سنيوه 40 على 40. هاد الكميه تاع المقادير فرشوها كيما هكا، ولازم بابي كويسون. ما تقولي ليش ندهن السنيوه، هاد الكيكه راح تجي خفيفه، لازم لها البابي كويسون البنات. هكا فرشوه في الصينيه تاعكم وفرغي هاد المقادير تاع المسكوتشو هذه تاع الكيكه
ومشيها ايطاليها كامل في الكوانات، وقبضي كيغدو هكا، طلعي هبطي طلعي هبطي، اضربيها 2 ضربات هكا، ودخليها في الفور طيب على 170 180 من التحت. زيدي شعلي لها من الفوق، ما تخليهاش بزاف ما تنشفلكش. هنا الشونتيي شا درت كاس ونص ما وحليب، درت كاس ما ونص كاس حليب وزوج كيسان شونتيي غبره هاكا، وراني نطلع فيهم بالباتر حتى تطلع لي الشونتيي. راكم فهمتوني البنات، كاس ماء ونص كاس حليب وزوج كيسان غبره تاع الشونتيي. طلعوهم مدة 5 دقايق حتى ل10 دقايق تطلع معكم الكريمة. انا هنايا نوعية مليحة تاع الشونتيي، طلعت لي ما شاء الله وجات متماسكة. ما درتش العبر كيف من الشونتيي مع الماء والحليب، درت الشونتيي كثر باش راني نحوس عليها هاك تجيني مليحة، تجي لا تكستور تاعها شاده روحها مليح كيما راكم تشوفوا. البنات نحيت شويه درتو في البوش، واللي بقى لي زدتلو كريمه الزبده اللي كنت دايرتها معاكم. من بعد نحط لكم الفيديو تاعها البنات وراني دايرتها في السابلي. نروحوا ديك كي طابت لي هذيك الكيكه قسمتها كيما راكم تشوفوا، وراني الايطالي فيها درت النص هذاك، زدتلو ديك الشونتي اللي مع اللي كنت خادمتها، زدت النص الزاوج، وراني نسقي فيها غير بالحليب، ما درتش السيرو بالحليب وتجي بنينه تجي هايله. زدت ثاني النص الثالث، هذيك الجينواز ورقه واحده بس قسمتها كيما راكم تشوفوا، عطاتني 3 طبقات. ومشيت كامل هذيك الشونتيي زدت غطيتها بها، ومن بعد جبت الشيكولا، شريت شيكولا هذيك غير تاع 100 غرام، ذوبتها زدت لها غير مغرف حليب كيما راكم تشوفوا، درتها هنايا في هذا القاروره، وراني ندير فيها دوك الدموع هكا بتعطينا هذا الشكل شباب كيما راكم تشوفوا. البنات الفيديو راه مسرع جاني طويل عييت نقص فيه، المهم راني شارحه كلش وراني موضحه. هكا درت هذوك الدمعات وكتبت هنايا كيما راكم تشوفوا، عندي شحال ما كتبتش الخط هكا بالشيكولا كتبت هابي بيرثداي ابتهال، عيد ميلاد بنتي ابتهال، قفلت 11 سنة. هكا راني غير معاها حتى جبتها. هكا كملت هذيك الكتيبة بالشيكولا، ومن بعد درت هذاك لا كريم شونتي اللي درتها في البوش، زينت بها، درت دي غوزاس كيما راكم تشوفوا، حاجه سهله كيما راكم تشوفوا، تزيين بسيط جدا بالشي اللي كان عندي، يعني ما داتليش حوايج بزاف، غير بالشي اللي كان عندي، حاجه بسيطه. هذه هي كيما راكم تشوفوا، زدت غير هكا نقطتها بشويه شيكولا بان كاسي لا كولور كيما راكم تشوفوا. ولا كانوا عندكم حبيبه تاع شيكولا بالالوان ولا زينوا بها، انا زينت غير بالشيكولا هنايا، ما شقيت ما شريت لها والو، غير بالحوايج اللي كانوا عندي وخدمت بهم. قلت لكم كانوا المحلات تقريبا قاع مبلعين مع اليوم الثاني تاع العيد، على هكا خدمتها لها وجات قلت لكم روعه في المذاق. التزيين تاعها كيما راكم تشوفوا بسيط، ان شاء الله تجربوها وتخرج لكم كيما خرجت لي. هذه هي الوصفه تاعنا تاع تارتة عيد ميلاد، بقيت غير دريتها بشويه، تبغوا لداخل تحشوها بالجوز اللوز كراميل، انا كان عندي ونسيت ما حشيتهاش من الداخل. هذه لينا راهي تعاون فيا زعما تقول لي ديري من ديري من هذه هي البنات كيما راكم تشوفوا، لا تاخد تاعنا جات شابه واقتصاديه، ما تدي لا بيض لا حتى الشونتي ما داتلناش بزاف. شوفوا راني هنا غير نزين برك نقول نزيد لها منا جابت لي ابتهال واحد شيكولا هكا كيما راكم تشوفوا.